أخبار روعة ولوز للمهاجرين غير الشرعيين في أمريكا. انخفاض كبير في عدد العمليات والاعتقالات اللي تقوم فيها دائرة الهجرة بشكل عام في جميع الولايات المتحدة الأمريكية. بالفترة الأخيرة زي ما احنا ملاحظين بطلنا نسمع إشي عن اللي قاعد يصير أو عن اعتقالات الهجرة بالمدن المختلفة، وأكيد هذا له أسباب. أول إشي التكلفة العالية اللي بترافق هاي العمليات وسنة وشوي من الاستمرار بهاي الأمور أكيد يعني فيها كان تكلفة غير طبيعية، من ضمنها الترحيل، الاعتقال، أماكن الاحتجاز، الطيران، التسفير، كلياتها هاي بتكلف فلوس كثير. خاصة إنه الفترة الحالية في عنا إغلاق حكومي جزئي، واللي هي لحد الآن مش واصليتهم المخصصات تبعتهم لدائرة الأمن أو وزارة الأمن القومي. وزي ما احنا شايفين هاي يعني الفلوس هي اللي بتحرك العملية كاملة. حتى على مستوى المطارات احنا شايفين انه صار في عنا أزمة بالمطارات، لأنه برضو هاي من مهام نفس الوزارة. أيضا شغلة مهمة جدا الأحداث اللي صارت بمينيسوتا ومقتل 2، وهذا يعني عظم الشعور العام عند الأمريكان، انه خاصة انهم هدول الاثنين طبعا امريكيين، فصار في ضجة عليها كثير. واكيد الحكومة ترامب ما بدها تولع الامور اكثر من هيك. وايضا في عنا المدن الآمنة، الملاذ الآمن برضو هاي شادة حالها كثير. الانتخابات القادمة هاي شغلة مهمة جدا، وأيضا الانشغال بالحرب. شكرا لكم. رياض معكم. ريبوست، لايك، شير. تسلموا.